اهلا بيكم معايا في قناة بصبص المطبخ. تكملة بقى للفيديو اللي فات اما نضفنا الجمبري كده مع بعض، وزي ما انتوا شايفين كده خليناه زي الفل من جوه. لو انتوا ما شفتوش الفيديو ارجعوا للفيديو عشان تعرفوا ازاي تنضفوا الجمبري وازاي تشيلوا الكيس الرمل اللي بيكون في الظهر. هنبتدي بقى النهاردة نعمل الجمبري مع بعض بطريقة سهلة قوي وطعمه هيكون حلو قوي. عندي بقى بصل ابيض وفلفل الوان وجزراية صغيرة كده مبشورة وطماطم وليمون وتوم طبعا. الليمون والثوم ده اساسي في اي اسماك. هنيجي بقى كده على طاسة وهحط فيها شوية زيت صغيرين، مش هزود، وهستنى ان الطاسة بس تسخن كده على بسيط. وبعدين هنزل بقى بالخضار. احنا هننزل بالخضار، هنديله بس تشويحة كده بسيطة. انا مش عايزة الخضار يدبل وينزل ميته والكلام ده كله، لا انا هدي بس الخضار كله هنزله مع بعضه ما عدا الطماطم. هديله كده بس تشويحة بسيطة مع الجزر اهو، نزلته هو كمان، يبقى كده فاضل الطماطم بس. انا هنا مستخدمة فلفل الوان وفلفل رومي اخضر. لو انتي بقى بتحبي الحاجة سبايسي ابقي حطي فلفل حامي، دي حاجة اختيارية. وهحط ملح وفلفل وشوية كزبرة ناشفة وبابريكا، ولو عايزة بقى سنة شطة حطي. وهحط 7 بهارات، حاجة بسيطة، معلقة كده صغيرة بتدي طعم، وحوالي يعني اقل من ربع معلقة من الكركم عشان تدي لون كده، وبرضو بتدي طعم حلو قوي للجمبري. وملح وكمون طبعا. ادي اهو دلوقتي بقى حطيت كمون وخلاص كده الخضار ابتدى يدبل. حاجة بسيطة يعني مش عايزاه يتشوح قوي. الطريقة دي سهلة وجميلة. لو انتي عايزة تعملي الجمبري بقشره زي ما انا هعمله كده هتعجبك جدا. وحطيت كمان معلقة الثوم المفرومة، وهبتدي انزل بالجمبري زي ما هو كده صحيح. لو انت عايزة الجمبري من غير القشر تقدري ان انت تفصصيه من الاول خالص وتشطفيه تحت المية زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. ارجعي للفيديو هتشوفي الطريقة بتاعة التنظيف سهلة خالص. هتنضفيه بكل بساطة وسهولة. اعمليه في البيت كده يبقى حلو قوي. ده طاجن كده بالخضار جميل، وتعملي جنبه شوية رز، تعملي سمكتين 3 مقليين كده بولتي او سنجاري اللي انت عايزاه. بجد اي حد هيدوقه مش هيصدق ان انت عاملاه في البيت بالجمال ده وبالحلاوة دي. طعمه حلو وشكله كمان حلو. ابتديت بقى بعد ما نزلت بالجمبري، طبعا الجمبري بننزل على نار عالية، ما بننزلش على نار تبقى هادية علشان ياخد الصدمة بتاعته ما ينزلش مية كتير. فبتنزل على نار عالية وبنقلبه كده تقلبتين. اول ما بياخد النار بيبتدي لونه ان هو يغير من اللون الرمادي اللي انتوا كنتوا شايفينه للون البرتقاني كده شوية. وده طبعا بيختلف من نوع الجمبري. انا جايبة جمبري ازاز كبير في وسط. آه، في بقى جمبري بيكون صغير كده او جمبري مستورد بيكون في اكياس اماراتي، اللي انتي تفضليه او على حسب امكانياتك هاتيه. بديله تقليبة كده بسيطة. بس كده الجمبري يعني مش بيكمل ال10 دقايق على النار، يعني اقل من 10 دقايق بتكوني شوحتيه وبيكون دخل في التسوية. وبعدين عصرت عليه بقى ليمونة كده. زي ما قلت لكم طبعا الجمبري والاسماك بيحبوا الليمون والكمون والثوم والكزبرة، الحاجات دي بتدي ريحة وطعم يجنن بالذات كمان مع الخضار. وحطيت معلقة صلصة ودي اختياري انا، بس حطاها علشان تدي للصوص كده لون، وكمان تدي للجمبري لون حلو علشان تاخدي الخلطة كده وتحطيه على الرز. جبت بقى بايركس وكنت مشغلة الفرن، وهبتدي ان انا انزل. شايفين بقى الصوص اللي نازل ده يجنن. هبتدي بقى انزل بالجمبري وهبتدي بقى ايه اوزعه كده كويس، وارص بقى وحدات الجمبري كده من فوق عشان الشكل يكون حلو.
طبعا العين بتاكل قبل البق يا جماعة. وهنزل بمية مغلية، يعني حوالي ربع كوباية نص كوباية كده، علشان ما ينشفش في الفرن. الجمبري لما بياخد حرارة عالية بينشف، فانا مش عايزاه ينشف. وكمان النار ما تكونش عالية قوي، تبقى هادية وسط يعني. واحطه في النص كده، في الرف اللي في النص، لمدة 10 دقايق برضو علشان يتشرب كده شوية. وشكله زي ما انتوا شايفينه بعد ما طلعته، بجد شكله حلو قوي. والصوص اللي نازل ده نحطه بقى على الرز كده ونستمتع، شوية طحينة، ويبقى كده أكلة تمام التمام. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير كتير للفيديو عشان الفيديو يترفع كده بيكو واكتر ناس تشاهدوا. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم لقناتي. مع السلامة.